إزاي قائد واحد قدر يغزو نص العالم ومحدش يعرف يوقفه؟ بدأ الإسكندر حملاته العسكرية بسرعة أشبه بإعصار يقتلع كل ما يقف أمامه، ففي أقل من عامين سحق جيوش الفرس بقيادة دار الثالث، الرجل الذي كان يعتبر أقوى ملوك عصره. تقدم عبر آسيا الصغرى وكأن المدن تسقط أمامه من دون مقاومة، ثم اتجه إلى مصر حيث استقبله الناس كمنقذ، بل واعتبروه ابنا للإله آمون بسبب حكمته وقوته الخارقة. وبعد أن أسس مدينة الإسكندرية واصل زحفه شرقا بلا توقف، يعبر الجبال والسهول والصحاري حتى وصل إلى حدود الهند العميقة. ورغم المسافات الهائلة لم تهزم جيوشه في معركة واحدة، ولم تهدأ طموحاته قط. كان يتحرك بسرعة لا يستطيع أحد اللحاق بها، يخطط وهو يقاتل، ويقاتل بينما يرسم مستقبل إمبراطورية لم يعرف التاريخ مثلها. حتى أعداؤه الذين واجهوه بشجاعة كانوا يقفون مندهشين أمام قدرته العجيبة على التفكير والتنبؤ. بكل حركة قبل أن تحدث